السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اكبر كائن حي على وجه الارض، عن عم السبع محيطات ووحش الميه، اكبر عملاق بحري بيتجول على الارض دلوقتي، الا وهو الحوت الازرق او البلو ويل، او زي ما بيقولوا عليه العلماء بالينوبترا ماسكولوس. لو جينا بصينا للكائن الحي الكيوت اللي بيعوم في الميه ده، هنلاقي ان حجمه وطوله ممكن يوصل ل 30 متر مستريح. 30 متر ده اللي هو بيقارب مثلا ارتفاع عمارة 8 ادوار. ولو جينا بصينا على وزن الحوت الازرق هنلاقي وزنه ممكن يوصل لحد 200 طن عادي، اللي هو بيقارب 33 فيل مثلا او 2000 انسان بالغ. ولو جينا بصينا على القلب بتاع الحوت الازرق بس هنلاقي انه حجمه ممكن يوصل لحجم عربية كاملة، ووزنه ممكن يوصل لحد 600 كيلو. وفي النبضة الواحدة قادر ان هو يضخ 10 طن لتر دم. لو جينا بصينا للدماغ بتاع الحوت الازرق هنلاقي ان هو بيمتلك اكبر دماغ في عالم الحيوانات كلها، والدماغ الوحيدة ممكن توصل لحد 6 كيلو. بس طبعا مش معنى ان حجم دماغه كبير فان هو يكون اذكى حيوان، لا طبعا، في ناس كتير دماغها كبيرة بس عقلها قد كده. ولو جينا بصينا على لسان الحوت الازرق هنلاقي ان لسانه لوحده ممكن يوصل لحد وزن فيل. بس لو جينا بقى نشوف رحلة الحوت الازرق من البداية خالص، طبعا كلنا عارفين ان الحوت الازرق ده من الثدييات، يعني بيولد مش بيبيض. لو جينا بقى لرحلة الحوت الازرق من الاول خالص هنلاقي ان انثى الحوت الازرق بتحمل من 10 ل 12 شهر، وبعدين بتضع المولود بتاعها، وبيكون مولود واحد، ما بتضعش كذا، يعني اكتر من مولود واحد في المره الواحده. طبعا المولود ده بيكون حجمه كبير اول ما بيتولد، برضه بيوصل وزنه مثلا لحوالي 2.5 طن، وطوله ممكن يوصل ل7 ل 8 متر. وبيحتاج البيبي الكيوت بتاع الحوت الازرق ده في اليوم الواحد حوالي 200 لتر من حليب الام بس عشان ينمو كويس. ولو جينا نبص على عمر الحوت فهو الحوت بيعيش حوالي 80 ل 90 سنه، وكمان ممكن يوصل اكتر من كده، فبيعيش كتير يعني ما شاء الله. بس لو جينا بقى نشوف السر ورا الحجم الكبير اللي خلاه اكبر كائن حي على وجه الارض، وخلاه مفيش كائن بيوصل لحجمه، فنلاقي ان الحوت الازرق بيتمتع بقدره كبيره على النمو، وممكن يزيد لحد 90 كيلو في اليوم الواحد. وده طبعا بفضل الاسباب البيئيه والبيولوجيه. يعني احنا لو جينا مثلا نشوف البيئه اللي بيعيش فيها الحوت الازرق هنلاقي ان الحوت الازرق بيعيش طبعا في المحيطات. هتلاقي ان المحيطات دي مليانه مغذيات عشان الحوت يقدر ينمو كويس. ولو جينا نبص على الوجبه الرئيسيه عامه للحوت الازرق ده هنلاقي ان الحوت الازرق بيتغذى على اسماك الكريل. الكريل ده نوع من انواع القشريات، هو شبه الجمبري كده بالظبط يعني، وبيتغذى عليه طبعا، يعتبر الوجبه الرئيسيه للحوت الازرق عشان ينمو كويس. بس لو جيت وفكرت شويه هتقول ازاي الحوت الازرق بيتغذى على اسماك زي الجمبري كده وبينمو بالحجم ده؟ فانا اقول لك ان طبعا ان الحوت الازرق لما بيجي بيتغذى على الكريل ده، فالكريل ده بيكون ماشي عامه في اسراب كده، وبيكون عددها كبير جدا. فهو الحوت الازرق بيجي طبعا يروح لامم كل دول ويبلعهم على طول. هو بياكل اعداد كتيره جدا منهم، بيوصل ل4 طن في اليوم. ولو جينا نبص طبعا بقى على الخصائص الفسيولوجيه للحوت الازرق هنلاقي ان الحوت الازرق طبعا لازم الجهاز الهضمي بتاعه يكون متكيف جدا وكويس على ان هو يهضم كل كميه الاسماك دي. فهو بيتمتع بجهاز هضمي سريع وكفاءه، وبيسد في اي خناقه. وكمان مع كل وزن الحوت الازرق ده وحجمه الكبير جدا، بس هو قادر يسبح بسرعه تتجاوز ال 50 كيلومتر في الساعه، ودي سرعه كبيره جدا بالنسبه لحجمه الكبير ده. وسرعه الكبيره دي بتساعده طبعا على التنقل في المحيطات عشان يدور على الاكل بتاعه. فكل ده طبعا عوامل بتساعده ان هو يوصل للحجم الكبير ده. بس لو انت فاكر بقى ان الحوت الازرق حياته عاديه وكائن بيعيش في المحيطات عادي زي اي كائن تاني، فطبعا احب اقول لك غلط. ان الحوت الازرق حياته غامضه جدا، وفي حاجات كتير لسه ما اكتشفوهاش عن الحوت الازرق ده، فانت ما تستهونش بيه. لو جينا نبص لطريقه التواصل بتاع الحوت الازرق فانت هتلاقي ان لسه العلماء اصلا مش متاكدين من طريقه التواصل بتاعته دي. لو جينا بصينا هنلاقي ان الحيتان الزرقاء بتستخدم اصوات شدتها عاليه جدا بتوصل ل 188 ديسيبل، والاصوات دي بتستخدمها عشان تحدد مكان فريستها وعشان تتواصل مع الحيتان برضو وبقيه الكائنات التانية. وفي ابحاث بتقول ان الاصوات اللي بتطلعها الحيتان الزرقاء دي تقدر تسافر لمسافه توصل ل 1600 كيلو متر، يعني المسافه دي توديك من القاهره للاسكندريه 7 مرات ونص. وحتى الان لسه العلماء مش متاكدين عن كيفيه عمل الاصوات دي، او ازاي الحيتان بتستخدمها ان هي تتواصل مع بعض او تحدد مكان الفريسه بتاعتها.
بس لو جينا بصينا على الصوت بتاع الحيتان ده هنلاقي ان مع شدته العاليه بس التردد بتاعه منخفض جدا، بيوصل ل 10 هرتز، وطبعا دي حاجه خارج النطاق السمع البشري اللي هو بيبدا من 20 هرتز لحد 20000 هرتز. فطبعا اصوات الحيتان الزرقاء اللي هي بتطلعها دي الانسان ما بيقدرش يسمعها. ولو جينا بصينا على الفتحه اللي هي بتكون فوق دماغ الحوت ده، دي طبعا فتحه التنفس بتاع الحوت الازرق. وهو بيتنفس ازاي بقى؟ الحوت الازرق بيتنفس من الاكسجين بتاع الجو، مش بيتنفس من الاكسجين اللي هو بيكون في الميه. فازاي بيتنفس الحوت الازرق؟ هو بيطلع قرب سطح البحر وبعدين بيطلع نافوره من البخار والميه، وبعدين بيروح واخد النفس بتاعه وينزل تاني عادي تحت الماء. والنفس بتاع الحوت الازرق ده ممكن يقعد لحد 30 دقيقة من غير ما يحتاج ان هو يطلع تاني وياخد نفس تاني. وطبعا بينزل بقى ويعيش حياته بقى في المية وياكل اي حاجة هو عايزها. وطبعا بما ان هو اكبر كائن في المحيطات فهو بيعيش حياة بيتمنوها سمك كتير. بس طبعا قبل ما تروح تحسد الحوت الازرق، فلو جيت تبص على الجانب المظلم للحوت الازرق هتلاقي ان الحوت الازرق مهدد بالانقراض. وكل ده بتكون بسبب المخاطر اللي هو عايش فيها زي الصيد وتلوث المية وتغير المناخ. كل الحاجات دي بتأثر على الحوت الأزرق وبتأثر على الغذاء اللي هو بياكل الحوت الأزرق، فبالتالي هينقرض. وفي القرن العشرين كان الحوت الأزرق ضحية للصيد المفرط لدرجة إن انخفض عددهم لحد 90% من عددهم الأصلي. ودلوقتي ما بقاش باقي غير حوالي 10,000 ل 25,000 حوت أزرق بس في العالم كله. وقبل القرن العشرين طبعا وقبل ما عددهم ينقص كده كان عددهم بيوصل لمئات الآلاف عادي. في محاولات كتيرة بتحاول إنها تحافظ على الحيتان الزرقاء بس ممكن ينقرضوا. فقبل ما تحسد حد على حياته اللي عايشها وانت شايفه ان هو شخص ناجح ومرتاح، بص للجانب المظلم منه. سلام.